سميتي رانيا، صحفيه وكاتبه، كنسكن في مراكش. كنت معوده كل نهار كنمشي للشارع واحد لو تراجي اللي فيه اون دوميير. ما كاينش شي نهار كنخرج فيه ما كيتعرضليش شي واحد بالطوموبيل بموتور على رجليه كيلوح ليه هضره كيبقى تابعني واخا كنحضر عينيا وكنزيد. هادشي ولا كيعصبني بزاف لدرجه ما بقيتش كاع كنخرج من داري اصلا، وما كنحسش براسي بامان في المدينه اللي كنسكن فيها. هذه شي شهوره مؤسسه منصات دارت واحد الدراسه على هذا الموضوع ديال النساء في الفضاء العام والحريات الفرديه ديالها. هاد الدراسه دارت مع اكثر من 1500 مغربي ومغربيه، كبار صغار، ناس ساكنين في المدينه، ناس ساكنين في العروبيه، ناس قاريين، ناس ما قاريينش. وحده من النتائج اللي وصلت لها الدراسه هو انه فقط 30% المغاربه والمغربيات كيعتبروا بانه الفضاء العام في المغرب امن، حتى الامن جدا بالنسبه للنساء. في هذا الدوكيومونتير غادي نحاولوا نفهموا اشنا هو الواقع اللي كاين مورا هذا الرقم هذا. تصوروا عاود اش قلتي ما سمعتش. التحرش بجميع اشكاله، الهضره يجي يحط ايدو هذيك خلاص، لانه تنقول هادشي وللاسف مازال التحرش في الشارع المغربي. dès qu'on met un pied dehors, on a l'impression d'être entouré de prédateurs, la jungle. On est des proies. Il y a tout le monde qui nous regarde, qui nous jette des petits sourires, des petits des petits pss et zin, alors qu'on n'a rien demandé en fait. Tu arrêtes? Tu arrêtes? Please, do not try to speak to me if I don't want to speak to you. ما كاينش شي عام في المغرب ما كتخرج فيه شي فيديو في لي ريزو سوسيو كنشوفوا فيها شي بنت ولا شي مراه كتعرض للتحرش الجنسي ولا الاعتداء الجسدي. في 2025 في طنجه واحد لا فيديو اللي تبارطاجات بزاف كنشوفوا فيها جوج البنات كيتمشاو، كيجي واحد السيد كيضرب وحده منهم من اللور وكيكمل طريقه. العام اللي قبل منه توجور في طنجه نفس الشيء، واحد البنت في المدينه كيكونوا دايرين بها بزاف ديال الاولاد من بيناتهم قاصرين كيعريوها كيتعداو عليها امام الملأ وحتى واحد ما كيديها فيها. هاد لا فيديو تبارطاجات بزاف وناض عليها بزاف ديال الصداع، وفي اخر المطاف تحكم على 4 القاصرين من هذوك الناس اللي تعداو عليها 3 سنين ديال الحبس نافذه. هنايا في طنجة أغلبية بالليل، ملي كتخرجي هكا بالليل كتلقى البنات غاديين واخا هما الشخصية ديالهم لابسين اللي بغا. واحد الإنسان ملي كيشوفها لابسة شي حاجة الحرية ديالها هي كيبقى يتوسل لها، كيجي من الله راه بنت الزرقاء ولا شي حاجة هكا، كيبقاو يتوسلوا عليها، كيبقاو تابعينها، كيبقاو يقولوا لها كلام خايبين. كاين شي واحد كيجي كيبقى يسيب عليها الحجارة ولا مطيشة ولا اللي جات حداه. يعني في طنجة أغلبية في المدينة الجهة ديال القضايا تحرش بزاف، ما تقدرش البنت تلبس شي حاجه هكا وتمشي في المدينه. كتكون غاده في الشارع كيبقى بنادم تابعك في الطوموبيل كيلقصوني عليك، كتبقى تي غاده بزنقه هو تابعك حتى كيعصبك. تكون غاده شي مره تاكسي تركب في التاكسي كيبقى يتلها عليك، يقول لك اختي واحد نعطيك النمره حقا تصوني عليا حقا هادي. تبغي تركب في التاكسي مشكله، تركب في اندرايف مشكله. هادشي رجع في المجتمع ديالنا صعيب بزاف. شي مرات صافي كتكوني معصبه مع الخدمه والثمن، خصك كيفاش توصل للدار، واحد كيتعرض لك الطوموبيل من هنا، واحد كيتعرض لك على شنو من هنا، صافي كتكره راسك، كتقول يا ريت ما نخدمش كاع نجلس غير في الدار باش ما نتهنى من هاد المشاكل. الاختصائيين النفسيين كيقولوا لنا بان التحرش محدو عنف كيدير في النفسيه ديال الضحيه ديالو نفس الشيء اللي كيديروا عنف جسدي، بحال ضربتيها ولا درتي لها شي اعتداء جسدي. شنو كيوقع؟ كتوقع واحد الصدمه اولا، ومن بعد كيوقع واحد لو ستريس بوست تروماتيك. وملي كتوقع هذيك الصدمه الانسان الضحيه ما كتقدرش تمشي تلجأ للشرطه ولا تمشي توضع واحد الشكايه، حيت كتكون مخلوعه وفي واحد الحاله ديال الصدمه. واش الضحايا عندهم الثقه في البوليس، في الشرطه، عندهم الثقه في القضاء باش يمشيو يلجؤوا ليهم؟ واش كتكون واحد النتيجه ولا لا؟ الا ما كانوش كيتصوروا هذيك النتيجه راه هذا الشيء غيمنعهم بانهم يوضعوا شكايه. واللي كنلاحظوا عاوتاني هو كاين واحد لو مانك دو سوتيان. الضحيه كتلقى راسها بوحديتها. عاوتاني كاينه لا كولتور دو فيول اللي هي جاري بها العمل في المجتمع ديالنا، اللي غيقول لها علاش كنتي تما، اشنو كنتي لابسه، مالك كنتي في هذاك الوقت. اذا كتولي هي كتحس براسها بحال هي اللي مذنبه، ما كتبقاش غير ضحيه، كتولي هي مذنبه. اذا هاد المجموعه ديال العوامل كتخليها ما تمشيش توضع الشكايه ديالها. اقترحنا على ضياء واحد التجربه.
عطيناها نضادر فيهم كاميرا انتيغري وخليناها تمشى في الكورنيش مع بدات كتغرب الشمس والناس كيخرجوا يتنزلوا. هاد ليكسبيريونس عاودناها في مدن اخرين، شدينا كاع لي زيماج اللي تصوروا بالنضادر ومونطيناهم. عطاتنا واحد لا فيديو يمكن نسميوها worst of التحرش في المغرب. بس الحمد لله. لا خويا سير بحالك. صافا ميرسي شكرا. انا كبيره يعني شحال 40. 40 عندي 50 شحال نو نو يسا لا ميرسي باي باي. اش قلتي؟ قلتي معايا؟ خدينا هاد المونتاج، طلعنا في التران، مشينا للرباط، ورينا لي زيماج لسفيان حناني لو فونداتور ديال بودكاست ماشي رجوله، بودكاست كيعاود فيه النظر لمفهوم الذكوره. هادشي صراحه كيضر في القلب، وكنظن باللي الا كان كيديرونجي اللي كيشوفوا في التليفون فشنو كيدير في اللي كيعيشوا. وهذا الشيء عنده علاقه حتى في داكشي اللي كنتي قلتي لنا قبيله، يعني دخلنا من الصحه، يعني اون سو سون اوتوريزي اننا نعطيو الراي ديالنا ولا نهضروا مع شي واحد الوغ كو جوستومون ديك القضيه ديال التراضي ما كايناش، يعني كنهضر معاك الوغ كو انت ما طلبتي لي مني والو. انا كنظن بلي هذاك اللي كيقول سافا زين خصو بعدا يتفكر باللي راه ماشي بوحدو اللي قالها، راه كاع دوك الرجال اللي قبل منه تا هما قالوها. دونك كيسكو صافي لواحد لا بيرسون غاديه في الزنقه. كنظن باللي ليكزارسيس اللي كيخصو يدار هو اننا نحطو راجل ولا انسان جي اونفي دير ويبقى غادي وكيسمع في الهضره كتلاح ليه في ودنيه. ديجا زعما غيان كو سا بلا ما نهضروا على هذا، زعما كتولي صعيبه نورمالمون في ليسباس بوبليك. كيخص كل واحد يكون غادي مرتاح يهضر مع شي حد الا بغى الاخر يهضر معاه. كنظن كاينه د لا ديمونسيون تاع في التحرش ديال انت ما بغيتيش تهضر وكيجي شي حد كيفورسيك باش تهضر. حتى التراضي ماشي هو انني لا قلت لك لا ما قلتلكش لا راني قلت لك التراضي هو انني فاش كنقول لك هي واي حاجه من غير راه لا. اسم حياة الريشين زاده بدرب غلف. المهنه ديالي بائعه خضار. ملي كتكوني غادا للمارشي كاين مضايقات، كاين في المارشي مضايقات بزاف، لان ملي كتمشي للمارشي بعدا ملي كتركبي في الطاكسي كاين من طاكسي اللي كيحترمك، كاين من طاكسي اللي ما كيحترمكش. في المارشي كذلك كاين وحدين اللي كيبدا يقول لك خذي وما حاجه ما تخصك، وكاين واحد النوع اللي هو شويه كي كنقولوا حنا باسل، كي صحابك خارجه كتبيع وتشري غير على باش كما كنقولوا كتدبر على راسك. بالنسبه للناس اللي ديالنا حنا هنا وهذا ما كاينش شي مضايقات، بالعكس كيحترمونا بزاف وكل شيء. المضايقات كتلقاهم اكثريه مع اللي كيجي يشري من عندك، كيولي معك في شي حوايج اللي خايبه، لا شي جالسه على 10 دراهم ولا علاش جالسه على 20 درهم ولا هذا، كون مشيتي كون حسن لك بهذه. مره كنت دايره الخرشف، كان عندي السيد قال لي بشحال الخرشف، شويه ويجي هاز 10 دراهم ودير معاها ورقه فيها النيميرو التليفون ديالو. جاو ملي عطاها ليا قلت لي شنو هي هذه دايره بساله، قال لي لا بغيتك تعيطي ليا وما يخصك معايا حتى شي خير وهذا. بديت كنعاير فيه. ناضوا العيالات اللي معانا قالوا لي حشومه هادشي اللي كدير، ويقول لي ولا ما بغيتيش علاش انتي جالسه هنايا، الا ما بغيتيش اللي يدير لك هكا ما خاصكش تجلسي هنايا. انا كراجل كتجيني انسولت اننا نعتبروا باللي التحرش عنده شي حاجه بيولوجيك. دايوغ ما كاينه حتى ايتود كتبين هادشي. لا تستوستيرون سي با
زعما سي واحد لوغمون اللي عندها بزاف د الحوايج مسؤوله عليهم، ولكن ما مسؤولاش على التحرش. الحاجه الوحيده اللي مسؤوله على التحرش هي اننا ما تربيناش. دايوغ كنشوفوها الدري صغير كيشوف واحد كبر منه كيديرها، دونك كيتعلمها كيولي حتى هو كيديرها. بزاف د المرات زعما جيتي تيموان في الزنقه على الدراري صغار كيتحرشوا ببنت في الزنقه. الدري صغير باقي ما بلغش، ما كاين حتى شي، ما نقدروش نقولوا بلي مازال حتى لا تستوستيرون ديالو زعما ما وصلاتوش لاج ادولت. الحاجه الوحيده اللي تخلي الدري صغير في المغرب انه يتحرش هو انه شاف واحد كبر منه كيدير هذاك الشيء وبغى يدير بحالو. في التربيه كاين واحد التكريس بعدا المفهوم ديال الرجوله المهيمنه. الاولاد جينيرالمون سي داك الشيء اللي عنده علاقه بانك تخرج للاسباس بوبليك، تلعب الكره، تلعب بروبو، الوغ كو البنات ديما غادي يربيوهم باش يلعبوا بلي جوي ديال مونيكا، داكشي ديال لو سوان. فهاد الشيء كيتكرس في العائله زعما في ان بروميير طون. من بعد ملي كتمشي للمدرسه ما كنقولكش راه هي اوت شوز، كاينه طريقه اخرى بانك تشوف العالم ولا تشوف علاقتك كراجل بالنساء. كي دايره حياه؟ بخير لاباس دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. شي بخير لاباس عليك؟ كي دايره مع البيع والشراء مزيان؟ لا بخير. خرجت البانه شحال هادي ما جيتي عندنا شويه مع الوقت وصافي. الحمد لله. حنا قلنا علاش نخدموا على مثلا الدرب غلف ونخدموا على الحي المحمدي، لان الدرب غلف والحي المحمدي فيه بزاف النساء تيبيعوا ويشريوا. درنا لقاءات كثيره، درنا تكوين، درنا لقاءات مع بعض المتدربات باش يعلمونا كيفاش نتعاملوا. كذلك حنايا دوينا لاحظتي مثلا في اللقاءات اللي درنا بديتوا تتكلموا لنا على المشاكل اللي تتعيشوها كما قلتي دابا، العنف، ذاك الكلام الخايب اللي تيقولوا الناس، العنف اللفظي، العنف الرقمي، بزاف. واحد تيصورك وتيلوحك ما تعرفوا كاع شكون هو، ولا دايز تيعايرك وتيسب فيك، ولا انه تيحقرك، ولا انه تعتبرك تتبيعي وتشري كنتي والو كنتي والو. حنا خدمنا عليها، لا لاحظتي خدمنا عليها بزاف، وصلنا ان درنا داك الملف المطلبي باش نديروا داك المطالب. حنا وياكم خدمناه مزيان. الحي المحمدي قدروا انهم يمشوا عند رئيس الجماعه. قدروا رئيس الجماعه كان راجل فاتح بيبانه للبائعات اللي تبيعوا في الفضاء العام، ولكن للاسف ديال مقاطعه المعارف ما تمش. ولكن تنتمناو حنا دابا حنا ما سادينش الباب، حنا ممكن نمشيو عنده مره اخرى ندقوا عليه باش نمشيو عنده نحطوا ليه الملف المطلبي ديالنا باش نشوفوا فين ممكن يساعدنا. على الاقل مثلا غير الاناره، على الاقل غير ان يكون عندنا النظافه ديال هذه الاماكن، على الاقل ان في الوقت اللي تيوقع لنا السب والشتم ولا يعرنا شي واحد نتصلوا بالشرطه تكون قريبه لينا. هذو كلهم مطالب اللي هي انسانيه وبسيطه جدا. ولكن واش تحسوا من ان هذا الفضاء فين تكونوا في الشوارع واش باقي داك العنف اللي كان قبل؟ واش باقي داك التمييز؟ واش باقي داك الحقره؟ واش باقي داك السب والشتم؟ واش باقي نفسه؟ ولكن نتوما ولا قادرين انكم تحدوه وتوقفوا عليه؟ وهو باقي، ولكن الى وقف الى اللي كيعرف وهذا وهي كتكون شجاعه وهذا كتوقفوا. ولكن كاين واحد النوع ديال النساء اللي مسكين ما كيقدروش يدويو، كيخافوا. حيت ملي كتجي تهضري معاك كتقول لا دوي على حقك ولا هذا، راه كاين الشرطه، كاين هذه، كاين خاليه العنف، كاين هذا، كتقول لك لا ما كاينش هادشي راه كذوب. كاين اللي باقي ما عارفش، كاين اللي باقي ما واعيش بهذا الشيء. في اي دوله قانون راه ملي كتمشي تشكي بشي واحد على اي حاجه، لا السرقه لا الاعتداء لا اي حاجه، خاصك تجيب وسائل الاثبات بان هذاك الشخص راه فعلا دار هذاك الفعل اللي انت ولا انت كتلوموا به. وملي ما كيكونوش وسائل الحجه هذاك الشخص ما يمكنش يتابع. فيما يخص التحرش راه صعيبه بزاف. التحرش راه كيوقع في كثرتي في الزنقه، كيوقع في لحظه عين. انا اليوم ملي كنت جايه لهذا المكتب كتحرش كيدوز شي واحد في السياره ديالو كيبدا بالزين هادي راه ما عندي الوقت لا نجبد التليفون باش نسجلو ولا باش كيفاش غنمشي عند البوليس غنقول لهم واحد ما عرفتوش شكون راه طويل ولا عريض ولا قصير ولا هذا تحرش بيا. كيفاش غيديروا حتى هاد الشرطه باش يتعاملوا معاه؟ ما يمكنش. اذا الواحد كتولي واحد لاباناليزاسيون والواحد ما كيبقاش يبغي يمشي يلجا للشرطه. في 2022 هنا في كازا وبالضبط في ستاد ديال غاسين يونيفرسيتير لي مورايا اللي كيدار فيه كل عام فيستيفال ديال البولفار،
في الليله المخصصه بالهيب هوب وقعوا بزاف ديال المشاهد ديال العنف، السرقه، اعتداءات جسديه على الناس اللي كانوا حاضرين، وشي بنات قالوا كاريمون بانهم تعرضوا لاعتداءات جنسيه. فمورا ما وقع هادشي قرر فيستيفال البولفار هو والاسوسياسيون 4 اس باش يلونسيو سوق راسك. هو واحد الفضاء امن كيكون على الانتيريور ديال الفيستيفال، كيقدر اي واحد ولا اي وحده تعرضت لاي نوع من الاعتداء انه يمشي ويقول داكشي اللي وقع ليه. اي واحد كيتعرض لاي نوع من العنف ولا تحرش قصص ولا لفظي ولا جسدي، حنا كنوفروا لهم الاسعافات الاوليه النفسيه. شد صاحبو ودار باش كيشوف فيا انا في كرشي بواحد الطريقه اللي حساتني بشي اشمئزاز لدرجه انني اضطريت انني نسد القميصه اللي لابسه، واخا انا راه ما لابسه زعما شي حاجه معاريه، مي صراحه ما قاسك ولا دار لك شي حاجه؟ لا ما قاسنيش، ولكن انا بعدت. دونك جو بونس كو الا بقيت تما كان يقدر يجي في الشيء اصلا كان بحال كيبان بانه جاي لعندي. دونك كون بقيتي تما كون فريمون جونغ جاو ويتعرفوا وقاسك. On fait purement de la psychologie d'urgence. Donc littéralement كنجيبوا البنت كنهضروا معاها، on lui parle dans un aspect زعما psychologique، كنضغطوا عليها on la rassure. et ملي كيجي pour الدري ولا pour l'harcèlement entre autres راه كنديو عند البوليس، اون ديكلار سا عند البوليس. دونك هو زعما البوليس برون سا اون شارج. كاينين بزاف ديال البنات اللي كيتردوا باش يجيو جون فريمون بزاف، بالعكس كيجيو حشمانات زعما توت بيتيت كيبقاو يقول لنا زعما ديجا ما كيعطيوناش لا ريزون بريمير، فهمتي؟ كيجيو كيقول لك لا انا تقلقت هادي حتى كيدخلوا هنايا عاد باش كيرتاحوا كيشوفوا انه راه كاينين بنات بحالهم، دونك ils se sentent plus en sécurité باش يهضروا هذا. اي صراحه زعما كاع لي في اللي هضرت معاهم في الاخر الحمد لله زعما رجعوا زعما يسوسون زعما حسوا براسهم مزيان. كنديروا حتى ورشات فنيه، درنا ورشات فنيه ديال الرسم، ورشات فنيه بالكولاج. الهدف ديالو هو كنوفروا واحد ليسباس ديال حريه التعبير، حريه الواحد يقول اللي بغا يوصف كيفاش بغا، حيت الفن واحد طريقه من الطرق ديال التعبير وطريقه من الطرق ديال انك كتخرج شي حاجه اللي عندك لداخل. ملي كنت صغيره كنت كنحشم بزاف، دخلت كندير التياتر باش ما نبقاش كنحشم، باش نقدر ندوي اكثر. بحال شداتني واحد الثوره من الداخل خرجات، كنقدر نقول اللي بغيت، ندير اللي بغيت، نلبس اللي بغيت، وما سوقي حتى شي واحد اش كيقول. كنحاول ندوز من اللاغ كيجيني حسن، كنعبر بهضره اللي كنفكر بها بالاحاسيس ديالي بالبانسو ديالي ولا بالمونتاج ولا باليماج. قريب القلوب. ملي كنت صغيره كما قلت لك ديما كنحس براسي باش نبروتيجي راسي خصني نلبس الواسع، كنلبس لارج باش نبروتيجي راسي، حيت ما خفت على ديك لا رياكسيون اللي كنشوفها على البنات شحال هادي، ما بغيتش نشوفها في راسي باش ما نديرونجاش انا، و ميم طون كنحس براسي مبروتيجيا وانا خارجه في الزنقه. واخا هكاك ما كيقيلوكش على حسب المجتمع ديالنا ولا كيفاش مربيين ولا شي حاجه فينا ولينا كنتعايشوا معاها، نقدر نقول لك وكان اكسبتيوها مع الوقت، واخا هي كديرونجي بزاف. بحال اي واحد يقدر يقيسك ولا شي حاجه، واه نورمال، راه انتي لابسه قصير علاش دوا بروفوكيتيه باش يدوي. نقدر نقول لك اللي كتضرني بزاف اللي هي الشوفه ديال العيالات لبعضياتنا، هذه اللي كتقدر تضرني بزاف، حيتاش حنا عيالات بيناتنا، وكيقول لك واحد المثل العدو ديال المراه هو المراه. نقدر نقول لك غير واحد الحاجه اللي بقات لي في راسي من 2021، واحد الكومونتير قريته هو ما ديرونجانيش ولكن ديرونجا ماما، عيطات لي قالت لي شوفي دابا، صيفطات لي انسكرين وقالت لي دخلي دابا الواتساب شوفيه. واحد البنت قالت لي بحالك هما اللي كيخرجوا علينا باش الرجال ما يتزوجوش بينا، عرفتي ما يمكنش دريه غتكتب لي ان كومونتير كوم سا.
بديت التصوير فاش كنت صغيره، كانت عندي شي 12 عام. في الاول كنت كنصور اي حاجه، كان الوالد عطاني واحد الكاميرا صغيره 3 ميجا بيكسل ما فيها حتى اوبسيون، وديك الساعه كنت كنخرج للزنقه كنصور خواتاتي، كنصور العائله صحابي، كنطلع للسطح بزاف، كنصور في السطح الجيران الجارات. فاش درت 15 عام بديت كنخدم مع الصحافه هنايا في المغرب. لنفرض مثلا خدامه مع شي مجله اجنبيه وخصني ندير شي مقال هنايا في كازا، و غندير استجوابات مع بزاف ديال الناس ياك، وغندير مثلا 50% ديال هاد الناس بنات و50% ولاد. اللي لاحظت واحد القضيه اللي دي فوا كتعصبني الصراحه، الدراري كنقدر نصورهم ما كاين مشكل، كاين اللي كيقول لك لا بيان سور، ولكن الاغلبيه ما عندهم حتى مشكل مع لا فوتو. البنات يقدروا يهضروا معك ما كاين مشكل، راه تهضر معك نص ساعه تهضر معك ساعه، ولكن فاش كنوصلوا للتصاور ما كيبغيوش. شتي الا قالت لي مثلا المراه لا ما بغيتش نتصور بنتي ما كاين مشكل جو كومبخون، ولكن طرات لي بزاف ديال المرات كيقولوا لي انا راه ما عنديش مشكل، انا نبغي نصور، ولكن راه ولدي ما يعجبوش الحال. and this pisses me off to be honest، حيتاش راه انت اللي ولدتي ماشي هو اللي ولدك، هو عنده 17 عام، شتي دخلك في حياتك تصوري ولا ما تصوري، يعني باغا تصوري ما باغاش تصوري ما تصوريش. ولكن هاد لي فراز هادو تسمعتهم شحال من مره، وما بقيناش في راجلي ما باغينيش نتصور، ولينا في ولدي ما باغينيش يتصور، وكتوريك ولدها عنده 14 عام. دراسة مؤسسة منصات على النساء في الفضاء العام والحريات الفردية بينات على أنه 55% ديال الناس، يعني الأغلبية ديال المغاربة والمغربيات، كيعتبروا بأنه النساء ما خصهاش تصرف في الجسد ديالها كيف ما بغات في الفضاء العام. زيد عليها أن الأغلبية الساحقة أكثر من 86% ما كتعرفش بأنه كاين واحد الفصل في القانون 103/13 كيجرم التحرش الجنسي. قانون 103/13 وضع واحد الخليات العنف ضد النساء، ولكن راه مع الاسف كتلقاهم مازال خصهم التكوين الاستماع للضحيات، مازال خصهم تكوين باش يستمعوا ليهم، باش يعطيوهم هذاك الدعم النفسي اللي خاصهم، وباش يواكبوهم حتى يوصلوهم لاخر المطاف اللي هو النطق بالحكم. وفي هذه القضيه ديال النطق بالحكم خاص عاوتاني الحكم يكون شويه رادع، ماشي دائما سميتو العقوبات غير نافذه او الحفظ. حنا هادي كنلاحظوها مثلا ملي كيكون عنف خطير ضد الاطفال وراه خرجوا لي شيفر ماشي بزاف هادي، وكنلقاو بان الاغلبيه ديال الاحكام ما كتفوتش 3 سنين ديال السجن، وبزاف الاحيان كيكون السجن غير نافذ. هادشي ملي كيتم اغتصاب طفل، عاد تحرش على مراه راشده في الزنقه. اذا ملي ما كيكونوش العقوبات رادعه راه ما كيتشجعوش النساء باش يوضعوا الشكايات. باش نكمل على نقطه ايجابيه، راه هادشي زعما يقدر يتبدل، راه كاين الامل باش يتغير. راه حيت بعض المرات راه نقص ديال التوعيه، راه هو ما كيكونش عارف راسو راه كيدير في جريمه، راه كيعد بالو غير لعبه وصافي، ولكن راه هي ماشي لعبه، راه الاثار ديالها حقيقي، راه ماشي هي اللي ظالمه، هي راه دايزه وغادا لخدمتها ولا غادا لدارها ولا غادا فين ما بغات اصلا. راه المتحرش هو المشكل، وخصنا نوجهوا الطاقه ديالنا تجاه هذاك المتحرش باش ما يبقاش يعود لا قانونيا لا مجتمعيا لا في العائله، وخصنا نساندوا الضحايا.